السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بخير وانتم بتشوفوا فيديو اليوم. حل كل مشاكل شعرنا. اي نوع مشكلة عندك في شعرك، شعري ما بيطول، شعري ثابت على طول واحد، شعري ما بينمو، عندي شعر جديد، عندي قشرة في شعري، فروة راسي فيها التهابات، فروة راسي فيها مشاكل، شعري بيتصاعد بكمية كبيرة، عندي شيب في شعري. كل المشاكل دي عندي لها حل وبمكون واحد. مكون واحد بيعمل او بدي مفعول السحر للشعر. كل المشاكل دي بحلها لكم، بس لحتى تعرفوا شنو هو المكون وكيف انكم تحضروه وتستخدموه. تابعوا الفيديو للاخر، وما تنسونا من اللايك الجميل والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل. ودايما انا بقول لكم طريقة الاستخدام وطريقة التحضير الصحيحة هي مهمة جدا جدا، لأنه هي اللي بتدينا مفعول، بالإضافة إلى الاستمرار في تحضير الوصفة واستخدامها على شعرنا. لما نحن نعمل أي وصفة طبيعية أكيد نتائجها ما بتظهر نعملها اليوم وبكرة حنلقى على نتائج، لا، أقل شيء نستخدم وصفة من أسبوع لأسبوعين بإذن الله بنلقى نتيجة إذا استخدمناها بطريقة صحيحة، وكمان استخدمناها وحضرناها بطريقة صحيحة. لحتى تعرفوها زي ما قلت لكم تابعوا الفيديو للآخر. الوصفة هي عبارة عن البقدونس. نجيب البقدونس للناس اللي ما بتعرفوا أو اسمه مختلف في بعض البلدان. بخلي لكم صورة، شوفوا الصورة وحتتعرفوا على شكله. هنجيب حزمة من البقدونس وننظفها من اي شوائب فيها، ننظف اي حاجة فيها ونخليها نظيفة ونغسلها بموية ونجففها تماما من الموية، وبعد ذاك نيجي نقطعها تقطيع صغير، تقطيع صغير يعني لحتى تكون عندنا جاهزة. بعد ما جبناها وقطعناها هنيجي نجيب حلة او طنجرة ونحطها في الطنجرة ونضيف لها كوبايتين من الموية، كوبايتين موية، ونخليهم على النار يغلوا لحتى يصير عندنا مغلي البقدونس لونه يكون اخضر. بعدها نطفي عليه النار. بعد ما طفينا عليه النار نخليه يبرد تماما ونجي نصفيه. شايفين سهلة بسيطة انكم تحضروها، بس فوائدها عظيمة، عبارة عن سحر للشعر. والله العظيم لو انتوا استخدمتوها بنفس الطريقة اللي حقول لكم عليها براكم حترجعوا تدعولي على الوصفة دي، لانها بصراحة حلوة جدا جدا وبتحلكم كل مشاكل الشعر اللي انتوا بتعانوا منها. اي مشكلة عندكم في شعركم استخدموها. طيب بقت جاهزة عندنا الوصفة. عندنا طريقتين استخدام لحتى نستخدم فيهم الوصفة. الطريقتين كل واحدة بتختلف لكن بيدونا نفس المفعول. البقدونس بيغطي الشيب اللي بيظهر في الشعر او الشعر الابيض، لانه بيحتوي على نسبة عالية من النحاس اللي هو بدوره بيستعيد لنا لون الشعر الطبيعي او اللون الاسود للشعر. دي خطوة. الخطوة الثانية كمان هو من فوائده برضو بيقوي لنا الشعر الضعيف وبوقف لنا التساقط، وكمان بينظف لنا فروة الراس، وكمان بيعالجها لنا من اي التهابات، وكمان بينشط الدورة الدموية في فروة الراس وبيعزز نمو الشعر، وبكده بيزيد عندنا طول الشعر. وبكده نجي نوريكم كيف هنستخدمه. الطريقة الأولى هي إنكم بعد ما غليتوا البقدونس تصفوه وتشيلوه وتمشوا الحمام وتقلبوا راسكم. هخلي لكم صور بطريقة عكسية وتغسلوا به شعركم وعادي تخلوه على شعركم ما بسبب أي مشاكل بدون إنه ما تستخدموا شامبو. أو ممكن كمان انتوا غسلتوا شعركم بالشامبو ترجعوا تغسلوه، وممكن تستخدموه كل يوم في الطريقة دي. لكن في ملاحظة بسيطة، إذا استخدمتوه بالطريقة دي لازم يوميا تستخدموه، يكون تحضروه يومي، يعني مش تخلوه في الثلاجة، لا، يومي لازم تحضروا مغلي البقدونس
كل يوم تحضروه وتستخدموه، يكون فريش في نفس اليوم اللي انتوا بتستخدموه فيه. الطريقة الثانية اللي هي نستخدمه كبخاخ، نغلاه نصفيه ونحطه في علبة حقت بخاخ تكون مغلقة محكمة الإغلاق عفوا. وبعدين شنو نيجي نستخدمه كبخاخ أو إسبري على شعرنا، نبخ منه ونركز على الجذور وما نغسل شعرنا. نستخدمه في اليوم 3 مرات. ركزوا على الطريقة، 3 مرات في اليوم هي طريقة الاستخدام اللي بنستخدم فيها لما نستخدمه كإسبري على الشعر وما نغسل شعرنا. بالطريقتين دي أي طريقة تستخدموها هتلقوا نفس الفوائد ونفس النتائج الحلوة جدا جدا لتطويل وتساقط الشعر وكمان تكثيف الشعر، والشعر اللي طوله أصلا ثابت حيطول. لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة، وكمان اعملوا شير للفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد من الناس اللي بتعاني من المشاكل في شعرها لحتى تحصل على نتيجة حلوة ويكون الأجر لي وليكم في الأيام الطيبة والمباركة. مع السلامة.